انا اتكلمت قبل كده كتير جدا على طرق لتوفير الفلوس اللي انت بتصرفها لما تيجي تشتري اي حاجه اونلاين. اتكلمت قبل كده كتير عن تطبيق وفر اكس، واتكلمت قبل كده قبل كمان وفر اكس اتكلمت عن لاكي. بس النهارده عايزين نتكلم مع بعض عن وفر اكس، لان في حاجه جديده اتضافت في الابلكيشن انا نفسي جربتها، ولما جربتها عرفت الطريقه بالظبط. حابب اشاركها معاكم ازاي توفر فلوس في كل مره بيعمل فيها تفوير للعربيه. خليكم متابعين معانا الفيديو للنهايه عشان تستفيدوا، ويلا بينا نبدا الفيديو. مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ عايزين نعرف النهارده ازاي نقدر نوفر اكتر واحنا بندفع رسوم تفويله العربيه بتاعتنا، تفويله العربيه البنزين يعني. بس في البدايه حابب لو انت مش مشترك عندنا في القناه يا ريت تشترك في القناه وتنورنا بانك تشغل زر الجرس برده بعد ما تشترك علشان ما يفوتكش اي جديد. ولو عجبك الفيديو تبقى تعملوا لايك وتشاركوا مع حد من اصحابك. وطبعا مش محتاج ان انا اقول لك، لو عندك اي سؤال تسيبونه تحت في الكومنتات وتاكد تماما ان احنا هنجاوبك عليه باذن الله، سواء كان في فيديو او في كومنت هنرد عليه على طول ان شاء الله. وهسيب لكم تحت في الديسكربشن وفوق في الاي برده اللينكات للفيديوهات اللي اتكلمت عنها عن وفر اكس وعن لاكي، وازاي تقدر توفر فلوس عن كل معامله انت بتعملها على امازون، على جوميا، على نون، على اي منصه تقريبا اونلاين موجوده، او حتى على الاوفلاين ستورز لو انت حابب. اتكلمت عن الموضوع ده باستفاضه شديده جدا، وشاركت معاكم برومو كود او لينك كاستمايزد لو انت سجلت في وفر اكس اول مره تسجل وسجلت عن طريق اللينك اللي بالمناسبه هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. هتاخد $2.5 هديه، وانا هاخد برضه $2.5 لما انت تسجل من طريق اللينك بتاعي. فانت كده دلوقتي مفيش ضرر واقع عليك. ولما تبدا تستخدم وفر اكس كخدمه وتشتري حاجه بمينيمم 600 او 700 جنيه هتاخد عليها كاش باك باضافه $2.5. فانت مفيش اي مشكله تقع فيها لما تستخدم اللينك بتاعي. انت بس بتستخدم اللينك بتاعي كنوع من انواع انك بتدعمني انا عشان انت عرفت معلومه بس مني. خلينا نبدا في الفيديو. اول حاجه الفيتشر بتاعت انك تاخد كاش باك عن تفويله البنزين بتاعتك العربيه بتاعتك. انا لسه عارف الموضوع ده من قريب وجربته، والموضوع فعلا تراستد 100%، والفلوس سمعت في ثواني معدوده اصلا من بعد استخدام الخدمه نفسها. ازاي بتعمل الحركه دي او ازاي بتستخدم تفويله البنزين انك تاخد عليها كاش باك؟ ببساطه شديده جدا، تدخل على الابلكيشن وفر اكس، تختار الان ستورز مش الاونلاين. بعد ما تختار الان ستورز بتلاقي فيه كلمه جاز، تختار عليها، بتدوس عليها يعني. بيقول لك انك انت المفروض تربط الكارت البنكي اللي انت هتحاسب بيه في البنزينه. يعني كده بدايه الكلام كده لازم يكون معاك ديبت كارد او كريدت كارد، اتس اب تو يو، هتستخدمه في شراء او في انك انت تفول البنزين او تدفع او تحاسب بيه في البنزين من الاخر. تمام؟ هتعمل لينك للكارت ده، هتربط الكارت ده على وفر اكس في خدمه الجاز دي بس. ولازم تستخدم الكارت ده في المعامله اللي بنزين ب 200 300 جنيه براحتك، اتس اب تو يو، او هتفول خالص اتس اب تو يو برضه. بعد ما تستخدم الكارت بتاعك اللي انت عامله اصلا لينك على وفر اكس في البنزينه، هيطلع لك الريسيت، هتروح بيتك عادي خالص. هتخش على نفس الطريقه برضو في الستورز وجاز وتدوس على كلمه لينك، هيظهر لك انك انت المفروض تعمل ايه؟ تصور الفاتوره. بعد ما بتصور الفاتوره وتدوس سبميت، تتاكد بس ان الفاتوره بياناتها واضحه وحدودها كلها واضحه وكل الكلام فيها ظاهر. هتدوس سبميت، في ظرف تقريبا 10 دقائق او 5 دقائق بالكثير بيجي لك ميل منهم بيقول لك كاش باك ادد سكسسفولي، وده اللي حصل معايا. وبيجي لك نوتيفيكيشن، وبتبص عندك في المعاملات الكاش باك، هتلاقي في معامله بتاعه الجاز، هتلاقي بيندنج، وبتاخد المعاملات بتاخد الوقت بتاعها الطبيعي وتبقى كونفيرمد معاك، وبيضاف لك في الرصيد بتاعك اللي تقدر تستخدمه او تقدر تسحبه بعدين في مواعيد محدده ومسبقه. ولو انت عايز تعرف ايه المواعيد وعايز تعرف ازاي تضيف طريقه استرداد الفلوس او ازاي تسحب فلوسك من وفر اكس بعد ما تجمع لك مثلا بتاع 300 400 جنيه، شوف الفيديو اللي سايبه لك تحت في الديسكربشن وفوق في الاي. ده فيديو كنت مصوره من زمان، هو فيديو قديم، الطريقه لسه موجوده زي ما هي، تستفيدوا منهم برضو، هيجاوبكم على كل الاسئله اللي بتتعلق بوفر اكس، وبشجعكم تتفرجوا عليها. كده تقدر تقول انك انت عرفت ازاي التفويله بتاعت البنزين بتاعتك تاخد عليها كاش باك. واحنا برضو في صدد ان احنا كلنا متجهين ناحيه ان احنا عايزين نوفر في مصاريفنا، فتقدر تعتبر الكاش باك وسيله مباشره للتوفير، وسيله مباشره كل جنيه تصرفه تاخد عليه كاش باك. وحاليا الكاش باك على استخدام خدمه زي كده كان الاول 2.5%، حاليا بقى 5%. ومعلومه ليكم برضو من استخدامي للخدمه، هو مش بيرجعك ال 5% بتاعه الفاتوره او قيمه الفاتوره نفسها، لا بيشيل منها 14% قريبه القيمه المضافه، عشان برضو تبقى عارف المعلومه. يعني الموضوع هيفرق معاك كام جنيه، يعني مش هتحس بيه. لو انت بتستخدم تفويل البنزين كذا مره في الشهر هتلاقي الموضوع اخر الشهر بتلاقي معاك مبلغ كويس انت وفرته. انت لو بتعمل تفويلات بنزين بحوالي 2000 جنيه في 5%، انت بتاخد تقريبا حوالي 100 جنيه. بعد ما تجمع خصومات او ضريبه القيمه المضافه 14% والكلام ده، هتلاقيها بقت مثلا 90 جنيه. 90 جنيه برضه اسمها جايلك من الهواء، جايلك عن مصاريفك اللي انت صرفتها اصلا، فتعتبر توفير مباشر للي انت صرفته. فالفيتشر بشجعكم تجربوها، ولو عندكم اي سؤال بخصوصها سيبوه تحت في الكومنتات. وفي النهايه انا بشكركم جدا لو انت مكمل الفيديو لغايه دلوقتي. يا ريت لو انت مش مشترك في القناه تشترك في القناه وتشغل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد. ولو عندك اي سؤال تسيبوه تحت في الكومنتات. واكيد لو عجبك الفيديو تعملوا لايك وتشاركوا مع حد من اصحابك علشان ده بيسبب لنا دعم وبيساعد ان المحتوى بتاعنا يوصل لناس اكتر. وما تنساش تستخدم اللينك بتاعنا هسيبه لكم تحت في الديسكربشن عشان تسجل في وفر اكس لو انت لسه مش مسجل، عشان تاخد $2.5 بتوعك الهديه وتدعمنا احنا بان احنا ناخد $2.5 برضه. في النهايه ثانك يو فور واتشنج اند سي يو نيكست فيديو. باي.